الاكتشاف المبكر بيساعدنا في العلاج، وبيساعدنا في الشفاء، وبيساعدنا حتى في استقرار الحالة. فخلينا نتكلم مع حضرتك عن ازاي الأم أو الأب يكتشفوا مبكرا وبسرعة إن ابنهم أو بنتهم فعلا عليه علامات الإصابة بمرض السكر. طيب، الحاجة الكويسة الحمد لله الفرق بين مريض السكر رقم 1 اللي هو سكر الأطفال وسكر رقم 2، ليه بنربطهم؟ بس عشان نقدر نفرق بين الاثنين. الأطفال سبحان الله يعني الأعراض ما بتستمر معاهم مدة طويلة، ومن ضمن الأعراض الطفل يكون عنده نهم شديد، الله يكرمك، يمشي الحمام كتير أكتر. أيوة. حتى الطفل الرضيع ممكن الحفاظة تتملي أكتر، ونقص الوزن، وبعض الأحيان يعني التبول بكثرة، العطش، الجوع الشديد الغير متوقع. يعني الأم بتلاحظ الأيام الطبيعية غير الطبيعية. وكمان نحن ما نقدر نعتمد على فقط هذه الأعراض. وفي مراحل متأخرة ممكن يحصل عنده حموضة في الدم اللي هو يتشم منه رائحة الأسيتون، وهذه هنا تبتدي الأحماض، يبتدي الطفل يدخل في مرحلة الخطر. اكتشاف السكر رقم 1 ما بياخد مدة طويلة، يعني ما سنين، مجرد أسابيع أو شهور ممكن، أو أقل من كده يتم اكتشافه بسهولة. وهذه الأعراض ربنا عشان يحميه بتظهر بسرعة. وبعض الأحيان عادة الأسرة ما تقدر تشخص في البيت، ممكن يفحصوا كجهاز فحص سكر عادي، لكن إذا الأم لاحظت هذه الأشياء مهم جدا إنه تأخذ الطفل لأقرب طوارئ، لأنها تعتبر حالة طارئة، لأنه حيبتدوا معاه رحلة جديدة، خصوصا لو دخلنا في مرحلة الحموضة الدم. ولكن ده غالبا طبعا بيصل 90% من الأطفال يتم تشخيصهم في حالات مبكرة جدا لما بيصلوا مرحلة حموضة الدم. وبيصل الطفل طبعا يتقيأ، وبتجيه بتجيه مثلا تغير شديد، آلام في البطن، وهذه لما نكتشف السكر بيلقوه مرة عالي